ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية يقول عن مثل هذه القضية: 60 سنة تحت إمام ظالم خير من ليلة واحدة بدون إمام. 60 سنة تحت إمام ظالم خير من ليلة واحدة بدون إمام. ثم قال رحمه الله: فإن الله يدفع بالملك الظالم من السوء والشر والمفاسد أعظم من مفسدة إزالته. إن الله يدفع بهذا الظالم من الشر والفساد أعظم من إزالته. ثم قال: فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله. شوف الفقه، فقه السلف رحمهم الله، ما سلط الله ذلك الظالم على أمة من الأمم إلا لفساد أعمالنا. يؤكد هذا المفهوم ابن القيم رحمه الله في الزاد، يقول: تأبى حكمة الله أن يولي على الأشرار الخيار، وأن يولي على الخيار الأشرار. فإذا ظلم الناس وأكلوا الأموال بالباطل وتطاولوا على بعضهم ونهبوا بعض أموال بعضهم، فإن الله يسلط عليهم من ينهب أموالهم ويظلمهم سواء بسواء. فأعمال العباد في صورة الأمراء، أعمال العباد في صورة الأمراء. الآن إذا نزل زلزال أو فيضانات ببلد من البلدان، تجد الخطباء والمحاضرات تنبه على مسألة الذنوب والمعاصي، وأن ما أصابكم إنما هو بإيش؟ بذنوبكم. وتسمع مثل هذه الأحاديث: وما نزل، مثل قول علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، إلى آخره، فتوبوا واستغفروا. لكن عندما يسلط الله حاكما ظالما على أمة من الأمم، ما تجد أولئك الخطباء الذين قالوا أنتم مذنبون واستغفروا، لا، تقول أنتم مظلومون واخرجوا وطالبوا بحقوقكم وانتشروا واعتصموا وافعلوا بالمسيرات. سبحان الله، أليس هذا عذاب وهذا عذاب؟ بلى. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الظالم، يعني الحاكم الظالم، نقمة الله على عباده، فلا تقابلوا نقمة الله بالسيوف، فإنه إن قوبلت نقمة الله بالسيف كانت نقمة الله هي أقطع. يعني لا تقابل نقمة الله بالسيف، إنما قابلها. ولذلك أيضا قال، وكما نقله عنه الشيخ الإسلام: إن الحجاج ابن يوسف نقمة عذاب الله فلا تقابلوه بالسيف، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالمفترض أن نتضرع إلى الله، أن تتضرع الأمة، أن يتضرع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتوبوا مما كانوا. فبقاء الحاكم الظالم على ما فيه من ظلم وعلى ما فيه من فساد، ما حد ينكر هذا، إلا أن في بقائه ظلم أخف من الظلم الذي يحصل من بعده. والآن ننظر في واقعنا، ننظر دولة تلو دولة، حاكم تلو حاكم، تتساقط دول، وهكذا كأنه عقد وانفرط. هل هذا حصل صدفة؟ هل هذا حصل عشوائية؟ أين الذين يفكرون؟ أين فقهاء الواقع الذين أشغلون بفقه الواقع؟ أين هم؟ أين هم عن هذه القضايا التي تملأ العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟ دولة تسقط وحاكم يسقط، السيناريو نفسه يتكرر غدا في دولة أخرى، ثم حتى أصبحت زحمة، يعني كل ينتظر الدور. هذا المخطط ما جاء من فراغ، إنما هو عمل أعداء الإسلام. والذي تنبه لهذا علماءنا الكبار، الشيخ الفوزان حفظه الله وسماحة المفتي، قالوا: احذروا خطط أعداء الإسلام من تقسيم الأمة. وهذا الذي نراه اليوم، هم يخططون لتقسيم الأمة، وخاصة الشرق الأوسط، إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، وهو تقسيم الدول إلى دول أخرى.